بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. آه شايفين التورتاية اللون البينك ده مع الأبيض. بصوا هو تحفة. تمام. أنا عجباني قوي الشكل ده، يعني الشكل النهائي كده، والله أنا ما كنتش مخططه له. تمام. طبعا أنا نزلت الفيديو تزيين التورتاية دي قبل كده، ولكن كان من غير صوت. وقتها، وقت اللي أنا نزلت فيه التورت اللي أنا كنت منزلها من غير صوت دي، والله كانت كلها في الوقت ده كان صوتي تعبان خالص. تمام. فما كنتش بسجل. فالنهارده تعالوا اوريكم تزيين التورتايه دي بالتفصيل كده واحنا بنسجل مع بعض. تمام. اول حاجه هنعمل الورد اللي على البلبله دي. بصوا طريقه عمل الورده دي، انا بختار البلبله اللي بتبقى مستطيله. تمام. يعني انا وريتها لكم كده، اللي هي بصوا انا هبقى اعمل فيديو مخصوص للورد ده لوحده، اوريكم ازاي بنعمله بالتفاصيل كده على اي حاجه بنثبتها زي المسمار كده، وببدا ان انا ارسمها واحطها في الفريزر تتجمد، عشان لما اجي اشيلها تبقى سهله عليا واحطها والكلام ده. تمام. من قبل ما اشتغل خالص. انا طبعا الاسبونج انا كنت عاملاه، طبعا عاملاه على القناه قبل كده، اللي عايزه يرجع له طريقه الاسبونج. انا كنت مصوره التزيين بس. تمام. يعني وانا ارص التورتايه والتزيين بتاعها، قطعت الاسبونج بتاعي لتلات تلات قوالب او 3 قطع، يعني القالب كله 3 قطع. تمام. والكريمه بحط لها نقطتين من اللون البينك، عشان طبعا التورتايه دي بينك في ابيض. وببدا بقى ارص تورتايه واحده واحده كده، واحط كريمه في النص زي ما انتم شايفين، طبقه كريمه وطبقه كيك، طبقه كريمه وطبقه كيك، عملتها 3 ادوار. وبعدين برجع في الاخر كده بحط طبقه كريمه من فوق كويسه على اخر طبقه، علشان انزل بيها في الجوانب. تمام. وابدا بقى ان انا اسوي في الكريمه كويس قوي. بصي كل مره ترجعي تسوي في الكريمه لازم تمسحي الاسباتيول بتاعتك او اللي انت بتعملي بيه. تمام. ايا كان الاداه اللي بتعملي بيها لازم تمسحيها كل مره بترجعي، والا هتبقي عامله زي الدايره اللي بتلفي فيها حوالين نفسك. تمام. شايفين بمسحها او بغسلها الاسباتيوله بتاعتي، وارجع اسوي بيها تاني. لو ما عملتش كده يعني بصوا الدنيا كلها هتبوظ في بعضها. البلبله بقى اللي هي بصوا البلبله بتبقى مخططه شويه كده، هي مدوره بس مش الكبيره خالص، الوسط. بتبقى مشرشره البلبله المدوره المشرشره، الوسط. تمام. باخد واحده من الجنب ده وواحده من الجنب ده، بتطلع معايا على شكل القلب كده من فوق زي ما انتم شايفين كده. انا غمقت الكريمه بتاعه التزيين من فوق دي شويه، حطيت من اللون البينك شويه كمان وغمقتها شويه، بحيث ان هي تديني درجه اغمق شويه من الكريمه بتاعه التجليس، عشان يطلع الشكل زي ما انتم شايفين. في النص هنا حطيت صوص شوكولاته بيضه. تمام. ومن تحت عملت نفس يعني رسمه كده بالبلبله اللي هي هي نفس البلبله ولكن بشكل تاني سريح كده، نقط نقط، بتطلع معايا بالشكل ده. تمام. هبدا احط بقى سبرينكل من اللي هو اللون الفضي زي ما انتم شايفين كده، على كل قلب من اللي انا عاملاه ده واحده، فبيكسر اللون وبيدي شكل حلو قوي. الفضي لايق مع البينك ومع الابيض والكلام ده، شكله ما شاء الله. بصي بقى على كل قلب واحده بس، بتكسر اللون البينك خالص وبتخلي شكله تحفه. هاجي في الجنب هنا برضو، هعمل زي وردات كده بالسبرينكل، برضو هختار الابيض والفضي بس. طبعا انا معايا سبرينكل الالوان كلها، ولكن هختار الابيض والفضي بس، هو اكتر حاجه لايقه على البينك. تمام. زي ما انتم شايفين كده، يعني الشكل ما شاء الله طالع تحفه. تحسوا ان التورتايه عامله زي العروسه فاهميني. شكلها ما شاء الله جميل. بصوا بقى، ادي انا كنت عملت 3 وردات، حطيتهم في الفريزر بيتجمدوا. فهنا بتيجي على فكره لو هتمسكيهم حتى بايديكي بتمسكيهم بسهوله خالص. تمام. باجي بقى بالبلبله اللي هي بتاعت ورقه الشجره. طبعا لما بتجيبي انتي طقم البلابل بيبقى باين كل حاجه معاكي هي ما شاء الله تحفه تحفه.